قرار هام من الجهاز المركزي وأعلى شهادة بالبنوك بديل شهادة 25% لجذب أصحاب شهادات 18% اللي هيتم انتهائها في شهر مارس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم المتابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، واللي شايف انه استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل ويشترك ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابق الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل، ويلا بينا نشوف الخبر اللي معانا النهاردة. في قرارات هامة هذه الأيام خصوصا في البنوك، وذلك لمعالجة التضخم بسبب الأزمات العالمية المستمرة ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ومن أهم أدوات البنك المركزي للتأثير على نسبة التضخم هي أسعار الفايدة بالبنوك، وده شفناه في كل البنوك حول العالم، وأولهم الفيدرالي الأمريكي اللي رفع الفايدة من بداية شهر مارس 2022، وتم رفع أسعار الفايدة في جميع اجتماعاته، وده أثر تأثير مباشر على جميع الدول الناشئة اللي لجأت هي الأخرى إلى رفع أسعار الفايدة لمواجهة التضخم. فلقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار السلع، فمنها السلع والخدمات بنسبة 21.9%، والتعليم بنسبة 7.7%، وأيضا الطعام والمشروبات وصلت لنسبة 48.1% خلال عام، ليصل نسبة التضخم في حدود 31.2% بعد إعلان البنك المركزي نسبة التضخم. ولمواجهة هذه النسبة أصدرت بعض البنوك شهادات بنكية بفوائد منها الشهري ومنها السنوي. الشهادات السنوية ب22.5%، أما الشهادات الشهرية بنسبة 20%. وهما حاليا 3 بنوك: بنك QNB الأهلي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك CIB حاليا، وهما بيعتبروا بديل لشهادات 25% اللي تم إيقافها، واللي من المتوقع أن يلجأ إليها أصحاب شهادات 18%، إلا في حالة حدوث إصدار شهادات جديدة بأسعار مرتفعة. وهننزل لكم كل جديد على القناة وكل الشهادات اللي هيتم إصدارها من جميع البنوك، فتابعونا وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.